ظاهرة لا تخلو من مخاطر صحية وبيئية أصبحت تهدد المواطن داخل الأحياء السكنية. انتشار النفايات بشكل عشوائي يبعث على الحسرة والألم، ومن الملاحظ ازديادها بصورة أوسع وفي أماكن عامة. والله ما يصير، لا هاي شنية، احنا بس نريد تنظيفات هاي الجزرة الوسطية هاي، والله شاهد يعني انعان عليها، وهذا الرمل حكينا وكل شيء، ما يصير. شكى المواطنون من تفاقم هذه الحالة مع وجود إهمال واضح من الجهات المختصة. طبعا احنا جاي نعاني، شوف شوارعنا تعبانة، وجاي ياخذون علينا ضرائب البلدية. يعني أنا كصاحب مولد فارضين علي ما يقارب 17 مليون. زين أنت تباوع إذا تدير الكاميرا أنا على حواليك وشوف الشوائب هاي اللي بالشوارع، والله العظيم يعني تدمرنا دمار وكل فائدة ماكو. أين الموظفين؟ وين الخدمات من البلدية؟ كل شيء ما شايفين ويفرضون على الناس يعني ضرائب تقهر، والله تقهر. الأهالي يناشدون الجهات المختصة للتخلص من هذه الظاهرة للحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة نتيجة التكدس وانتشار النفايات داخل المناطق.